اهلا وسهلا ومرحبا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم ديما 5 الوغ. كما كتعرفوا حنايا كاملين تقريبا 90% ديالنا الكبار الصغار كلنا مبليين بالسوشيال ميديا انكلودين تيك توك. اليوم لا فيديو ديالنا ما نهضروش على الهجره، ما نهضروا على حتى شي حاجه اخرى، غادي نهضروا على واحد القرار اللي خداته الحكومه الفيدراليه يوم 7 نوفمبر 2024. خليكم معايا في لا فيديو ويلا نشوفوا شنو القرار اللي اتخذت الحكومه الفيدراليه باوتاوا. اهلا عاوتاني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ قولي كثرتي علينا باهلا وكي دايرين ولاباس عليكم. المهم القرار اللي بغيت نقول لكم اللي خداته الحكومه الفيدراليه لو 7 نوفمبر 2024 انها غادي تجري على الناس ديال تيك توك. فاش كنقولوا الناس ديال تيك توك صافي ديال الشركه ديال تيك توك اللي كاينه تورونتو وفانكوفر، جوج مقرات ديال تيك توك هنايا في كندا للاسف غادي يتسدوا. ما عرفناش واش للاسف او لا مزيان. هذه واحد العام في فبراير 2023 كانت الحكومه الفيدراليه وقفت او منعت ان اللابتوب او التليفونات اللي هما ديال الناس اللي خدامين في الغوفرنمون منهم انا منعوا لينا اننا انستاليو لابليكاسيون ديال تيك توك. انا كانت عندي لابليكاسيون ديال تيك توك في التليفون ديال الخدمه، حتى وصلني ايميل باللي خاصني نمسحها ديفينيتيفمون وما نعاودش نخدمها عندي في الموبايل ديال الخدمه. الوغ علاش من داركم كندا خدات هذا القرار هذا؟ الحكومه الكنديه لقات باللي تيك توك كيدخل المعلومات الخاصه ديالك وكيصيفطها لجهات وحدين اخرين منها الحكومه الصينيه، فهاد المعلومات ديالك كيتستعملوا وما نعرف شنو تيوقع فيهم. مي فريمون مادام الحكومه الكنديه منعاتو، هي بدات بكاع الاجهزه اللي هي تابعه للحكومه ودابا غادي يخرجوا الناس، سي بيزار. ولكن الكنديين في كندا كامله عندهم لاكسي للتيك توك، غير هما المقر الشركه ديالهم اللي كما قلت لكم كاين في فانكوفر وفي تورونتو غادي يتحيد ديفينيتيفمون لحقاش كيقيسوا السلامه ديال المواطنين وديال البلاد اون جينيرال. بون حتى انا من المستعملين ديال تيك توك ولكن ماشي بزاف، زعما ما كندخلوش بزاف. و سي فري زعما با مال دو فوا تلقى تيك توك تيكون فيه شي حوايج اللي بشي شكل الا لاحظتيو تيكونوا جرائم وهذا اولا هادوك التحديات، وكتلقى بنادم تيموت وبنادم تيقتل راسو وبنادم كيمشي يقتل شي حد اخر. دونك فريمون انا بعدا انا واخا عندي صراحه ما كنستعملوش بزاف، غير دي فوا هكذايا نمشي نقلب فيه ولا شي حاجه وصافي. زعما ماشي مثلا كنحط دي فيديو دايما نو، سي دي فوا وصافي. مالوغوزمون زعما كان عاجبني زوين، كتشوف هكا دي فيديو هذا داكشي كيضحك، مي فيه لو كوتي اللي هي خايبه انك با مال دو فوا كنلقاو فحال هذاك اللي في لا تركي اللي دار لايف وتيقول غادي يقتل وحده ما عرفت شنو، واحد عاوتاني اللي مشى انتحر لايف. فهاد الحاجات هادو كيقيسوا لا سيغتي الامان ديال البلاد ومن الاحسن الواحد يتفاداهم. الوغ كانت هذه هي لا فيديو ديالنا، بغيت غير نقول لكم زعما شنو الخبر الجديد اللي وقع هنايا في كندا، حيت حاجه اللي بيزار باسكو كاينه جوجل، كاين مايكروسوفت، كاين شحال من زعما من ابليكاسيون كاينين هنايا في تورونتو اولا في كندا، مي علاش مشاو بالضبط لتيك توك اي دون نو. ايوا المهم ان شاء الله يكون خير. وكما قلت لكم مادام الحكومه الكنديه خدات هذا القرار باش يطردوا الشركه ديال تيك توك من كندا، صافي دير كاين شي حاجه اللي انورمال. كانت هذه هي لا فيديو ديالنا، كنتمنى انها تعجبكم. واخا راسنا غير نافور مع ليميغراسيون ولكن غير عطيتكم القرار الاخير اللي وقع هنايا في كندا بخصوص تيك توك اللي هي ابليكاسيون كيستعملها الكبير والصغير هنا في كندا وفي العالم كامل. تهلاو ليا فراسكم وكيف ما ديما كنبغيكم وبيزوات ليكم. قبل ما نمشي
الى عجبتكم هاد الفكره هذه ديال هاد لا فيديو بانني نبقى نعطيكم الاخبار ماشي جوست على الهجره، يعني الاخبار اللي واقعين في كندا، سواء جرائم سواء حاجات زوينين ولا هذا، خليوها ليا في لي كومونتير وانا معكم كيف ما بغيت. يلا مره اخرى تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم وبزاف ديال بيزويات ليكم. باي.